الريحة كتفطر. هذا السؤال ديال الريحه واش كتفطر في رمضان من الاسئله التي دائما تثار. ركز معايا مزيان. الريحه كاين جوج الاحكام، البنات ولا الرجال. البنات الحكم ديالها باين، ايما امراه تعطرت وتزينت وكذا يوجد ريحه فهي زانيه. هذا حكم شرعي واضح في الحديث ديالو صحيح، لان فيه واحد النوع ديال الاغراء الاخرين ويشموا الريحه ديالها ويلفتوا الانتباه ويبقاو يشوفوا فيها. واصلا المراه اش ما كديرش الريحه، رائحتها زكيه، الريحه ديالها من عند الله غزاله، ماشي بحال الرجال كيعرقوا ويضربوا تماره خامس خصو يدير البارفان. هذه الاولى. ثانيا ارنا الريحه في رمضان، ركز معايا. الريحه في رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يتطيب في رمضان، كيبغي يدير الريحه في رمضان. اذا انا كنطرح معك سؤال السي عثمان، ما العلاقه ديال الرائحه بالصيام؟ اذا كانت الرائحه الطيبه تفطر، لا دخل مادام الطواليت شرف الله قدرك ماشي يفطر، خصو يكفر. يا شنو يشم تما؟ اذا شم الرائحه، انت غادي دايز حداك واحد الكاميو ديال الاسبان شرف الله قدرك وشميت الريحه تولي فطرتي. ما يمكنلكش تضبط هذه المساله. اللي ما مزيانش هو انك دير البخور العود وتبقى دير داك البخور وتشم وكذا. لا، دير بارفان عاديه زوينه باش الرائحه ديالك تكون مزيانه. انت وقفتي صليتي حدا الناس والخلوف الانسان كيكون شويه مغير ريحه الفم ديالو، باش فيك ريحه طيبه تكون مزيانه. اذا الريحه ما عندهاش علاقه نهائيا بالصيام.